النهارده كانت مباراة النادي الاهلي مع فاركو في الجولة الثانية، وقدر النادي الاهلي يحقق الفوز باربع اهداف مقابل هدف لنادي فاركو. سجل الهدف الاولاني محمد شريف، ثم من عرضية ولا اروع من محمد بن رمضان لزيزو يسجل الهدف الثاني، والهدف الثالث برضه زيزو سجله. وجه محمد هاني مرر تمريره في ظهر الدفاع لنادي فاركو، سجل الهدف الرابع جراديشار. المباراة يعني من وجهة نظري في الفنية، يعني المباراة كانت كويسة عن مباراة مودرن. لسه برضو مش ده الأداء الفني اللي احنا شايفينه او اللي احنا منتظرينه للنادي الأهلي بعد الصفقات الجديدة اللي شفناها. بس كابتن ريبيرو عجبني النهاردة ان هو عمل لا مركزية لخط الهجوم بتاعنا قدام فريق فاركو. ان انت بدأ بن شرقي وتريزيجيه وزيزو محمد علي بن رمضان وديانج ومحمد شريف، وعملت لا مركزيه قدامهم في خط الهجوم، قدر يعمل تشتت للدفاع عن نادي فاركو. الكابتن احمد خطاب اللي انا بشوفه مدرب كويس جدا، بيبقى باني خططه على الفريق المنافس. فانت النهارده عملت له تشتت في الافكار بتاعته، ما قدرش ان هو يلعب مان تو مان على اللعيبه بتاعتك عشان عدم اللامركزيه بتاعتك اللي انت عملتها النهارده اللي جت بشكل ايجابي. ديانج النهارده يعني كان عامل ستاره دفاعيه لوحده في نص الملعب، كان بيقدر ان هو يقطع الكوره ويزيد برضو في الهجمه. سدد كام كوره برضو على فريق فاركو في الشوط الاولاني برضو. يعني نيجي بقى للتحكيم، كابتن محمد معروف اللي انا بشوفه دايما بيحط نفسه في منافسه مع لعيبه الاهلي، ان هو لازم يبان نجم في المباراه. كابتن محمد معروف النهارده طرد محمد هاني في اخر 5 دقايق. انا بحللت الموقف من وجهه نظري، محمد هاني كان بيدور على لعيب يديله شرط الكابتن، لان انت زي ما احنا عارفين ان معظم اللعيبه اللي كانت في الملعب او معظم لعيبه الفريق دلوقتي كلهم لعيبه جديده. يعني انت ما عادش عندك علي معلول، ما عادش عندك عمرو السوليه، رام ربيعه، محمد الشناوي في الملعب. في بدايه المباراه وتريزيجيه خرج، فمحمد هاني خد الشاره منه. فمحمد هاني ما كانش ممكن متخيل ان هو هيطلع تغييره، فما كانش مجهز مين اللي بعده. فهو راح لكريم فؤاد، او تقريبا كريم فؤاد قال له مش انا الكابتن، رجع تاني. وكابتن محمد معروف طبعا مستنيه ان هو يخرج من على خط التماس. فانا هنا بقول ان انت مش مثلا لعيب مش بيضيع وقت، لان انت كسبان 4-1 هيضيع وقت ليه؟ ده برضو حاجه، هيضيع وقت ليه؟ لان انت مثلا مش كسبان 1-0 وبتتكلم في ان فاضل 5 دقايق بيضغط عليك عشان يتعادل او الكلام ده كله، كنت اقول لك ماشي. انما هو كسبان 4-1 وفاضل 5 دقايق والماتش يخلص، فعادي. يعني مش لازم ان انت تعمل ان انت بقى انت الراجل على النادي الاهلي فاديت اللعيب طرد عنده فقدرت ان انت مسيطر على اي حد. لا مش كده خالص، لازم كنت تعيد نفسك، تعيد تفكيرك في القرار تاني. وبعدين مش النادي الاهلي اللي بيضيع وقت، يعني معروفه النادي الاهلي البلاس 90 ده بتاعته، ان هو بيلعب لاخر دقيقه. النادي الاهلي عمره ما بيضيع وقت، لو كسبان 1-0 10-0 5-0 النادي الاهلي عمره ما بيضيع وقت. دي بس كلمه للتحكيم ان هو يعيد نظره تاني، عشان احنا لسه في بدايه سيزون، وعايزين السيزون كله يبقى كويس من كل حاجه، كانديه ولاعيبه ومدربين وحكام، منظومه كامله بتكمل بعضيها، وعشان كلنا نستمتع في الاخر. دي كانت فقره او فيديو كده في اللذيذ عن مباراه النهارده، وان شاء الله نبقى معاكم في فيديوهات جايه كتير. شكرا.